السلام عليكم. قصتي مع التوبة والاستغفار وسورة البقرة. كنت أضيع وقت فراغي على الهاتف وأنام كثيرا، ونومي ثقيل جدا بحيث لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر ولو رن المنبه إلى الصباح. وفي يوم من الأيام قررت التوبة وقلت سأبقى أستغفر، ووضعت خلفية للهاتف عبارة عن أستغفر الله لتذكرني. وبعدها قررت أن أقرأ سورة البقرة، وبحثت عن فضلها، وظهرت لي قناة الأستاذ محمد حجازي، وسمعت منه عن فائدة تكرار سورة البقرة أكثر من مرة، ولم أكن أعلم بهذا، فقررت أن أقرأها 4 مرات. واجهت صعوبة في البداية، وبفضل الله استمريت لمدة شهرين تقريبا، وأحيانا كنت أقرأها 5 و7. أقصى حد وصلت له 8 مرات في اليوم، ووجدت أثرها بعد مدة قصيرة، بحيث إنني التزمت بصلاة الفجر من الأيام الأولى بعد قراءتها، وخلال 7 أشهر لم تفتني صلاة الفجر إلا مرات قليلة جدا استيقظت فيها قبل شروق الشمس بقليل، وشعرت أنها بفضل الله أعادتني إلى الفطرة السليمة، فصرت أكره الذنوب وكرهت الغيب جدا، وحتى من يغتاب أمامي أقول له إنني لا أحب الغيبة. الهاتف أصبح شبه منسي بالنسبة لي، وكنت أقرأ سورة البقرة في وقت فراغي وأفرغ وقتا إضافيا أيضا. وبدأت رحلتي في حفظ القرآن الكريم، وقطعت شوطا كبيرا. عندما أكتمل بإذن الله سأكتب تجربتي باختصار. ثمار سورة البقرة التي لمستها هي الاستقامة، بحيث شعرت أنني على الصراط المستقيم، وصرت أفرق بين الحق والباطل، وفتح الله علي بالعبادات والنوافل. أما ثمار التوبة الاستغفار فقد قادني إلى سورة البقرة، ولكنني انشغلت بها وبحفظ القرآن وتركت الاستغفار، وقررت أن أعود إليه لأنني بدأت أعاني من وسواس القهر، وخاصة منذ أن بدأت في حفظ القرآن. وبإذن الله إن وفقني الله وفتح علي سأعود وأذكر قصتي كاملة، لكن باختصار منذ الأسبوع الأول اختفى الوسواس كأنه لم يكن.